لو قلت لك ان جايب لك مدينه جديده في غرب القاهره، النيل فيها حرفيا بيعدي من جنب بيتك، هتصدق؟ ده بالظبط هو مشروع جريان الجديد في الشيخ زايد. مش مجرد كومباوند جديد وخلاص، ده اول تطبيق عملي لحلم كبير اتكلم عنه العالم المصري الدكتور فاروق الباز لما اقترح اننا نعمل ممر تنميه وننقل جزء من ميه النيل للصحراء الغربيه ونفتح دلتا جديده. فكرتها ببساطه انك تعمل دلتا موازيه للدلتا القديمه علشان تزود الرقعه الزراعيه وتوزع الكثافه السكانيه، بدل ما الناس كلها تبقى متكدسه حوالين شريط النيل الضيق. وهنا يجي دور النهر الجديد، فرع مائي صناعي بيعدي جوه المدينه بعرض يوصل لحوالي 240 متر ومسار مائي مفتوح بيوصل لحوالي 92 كيلو. والنهارده الدوله ومعاها 3 من اكبر المطورين العقاريين، بالم هيلز وماونتن فيو ونيشنز اوف سكاي اللي هي صاحبه الارض، واللي لسه من اسبوع واحد بس طرحت مرحله فيلات جديده متشطبه بالكامل في اميز جزيره في النيل في المشروع كله باسعار تبدا من 20 مليون جنيه. بدأوا بالفعل ينفذوا المدينة دي على مساحة 2500 فدان قريبة من مطار سفنكس والمتحف المصري الكبير والأهرامات، ومخطط إنه يتعمل فيها أكتر من 20,000 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وقصور. طيب ليه أنا كمستشار شايف إن المشروع ده فرصة قوية جدا للاستثمار؟ لأن أولا إحنا مش قدام مشروع صغير، ده مشروع كبير وداخل في رؤية دولة، فقيمته بتعلى مع الوقت لأن حواليه طرق سريعة وسكة حديد ومناطق لوجستية ومدن جديدة كلها بتخدم على بعض. ثانيا العقارات اللي على النيل دايما بيبقى ليها بريميوم اعلى من غيرها بسبب ندرتها، فمتخيل حجم القيمه لما تبقى واقف في بلكونتك في الشيخ زايد وباصص على النيل الجديد. ده نوع منتج عقاري جديد ما كانش موجود قبل كده في غرب القاهره. ثالثا وده الاهم، المشروع نفسه مدينه متكامله، جامعات دوليه ومستشفيات وفنادق وناطحات سحاب ومنطقه جولف عالميه ومساحات خضراء بتغطي 30% من المشروع. يعني فرص التاجير واعاده البيع وزياده الاسعار مع اكتمال المراحل اعلى بكتير من اي مشروع سكني تاني. فلو بتفكر في استثمار عقاري مش بس يحافظ على قيمته لكن يستفيد كمان من تحول تنموي جغرافي حقيقي، فمشروع جريان واحد من الفرص اللي لازم تفكر فيها كويس. وافتكر برضو تعمل فولو للمستشار عشان توصلك كل النصايح العقارية.